شايفين الجمال ده؟ جايبالكم وصفة من الزمن الجميل، وبجد طعمها حكاية وملهاش حل. شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوة؟ طعمة. وقبل ما نبتدي الوصفة الجميلة ديت، اللي أول مرة بيشوفني، أنا اسمي سامية. اشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبتكم الوصفة لايك وشير. ويلا بينا على الوصفة، وتعالوا نشوفوا هنعملوا الحاجة الحلوة دي ازاي. أول حاجة هنعملها، هنجيب حلة صغيرة كده وهنحط فيها كوبايتين الا ربع مية بالمعيارية، ونص كوباية سكر. دولت هنحطهم على البوتاجاز يغلي، على البوتاجاز التاني. وهنا في الحلة ديت او الوك ده هنحط معلقتين زبدة، وعليهم 3 معالق دقيق. الاكلة دي اللي كنا نقول عليها زمان ايه؟ حلاوة الدقيق، او في ناس يقولوا عليها سد الحنك. وماما كانت تعملها لنا باكتر من طريقة. كانت تعملها لنا طريقة ناكلوها بالمعلقة، او تعملها لنا جامدة شوية وتقطعها لنا زي البيتي فور، بتبقى حلوة قوي وطعمة قوي. وشفت ناس كمان بيعملوها خفيفة ويغمسوها بالعيش الناشف. يعني أكلة حلوة، حاجة مسكرة وبتتاكل بالعيش وبتتاكل كده، وحلوة وموفرة واقتصادية. شايفين؟ هنفضل نقلب فيها كده لحد ما تدينا اللون الذهبي الغامق. والميه اللي احنا حطيناها، انا حطيت كوبايتين الا ربع، وهنحطهم بالتدريج، ولو احتاجت ميه تاني ممكن تزودي. شايفين اللون بقى ايه؟ شايفين اللون كويس اهو. وعندنا الميه بالسكر غلت، وهنبتدي نضيفها بالتدريج، مش هنحطها كلها مره واحده. لازم تقلبي على طول كده عشان ما تكلكعش منك. هنحط حبة فانيليا. على فكرة واما بتبرد بتتقل، يعني لما بتسيبيها تبرد بتتقل اكتر. بصي هي كده حلاوة الدقيق اللي كنا بنعملوها زمان. احنا بقى هندلعها ونحط لها شوية اضافات، ودي اختيارية. معايا هنا زبيب وجوز الهند، هنحطهم عليه. دي اختيار، بيديها طعم حلو وقيمة غذائية اعلى. يعني ريحتها طالعة ايه؟ تجنن. بنسيبها تغلي دقيقتين كده وبعدين نطفي عليها. وتعالوا نصبوا بقى حلاوة الدقيق بتاعتنا. شايفين الجمال؟ بصوا، شكليها زي ما انت عايزة، او ممكن الفواكه المتجمدة بتدي شكل حلو قوي برضو. وكده خلصنا الوصفة بتاعتنا. ايه رأيكم في الجمال ده؟ بجد بجد طعم وريح.